مصدر مقرب من أحمد فتوح يفجرها: هناك رجل أعمال أهلاوي تحدث مع فتوح من أجل إقناعه بالتوقيع مع النادي الأهلي مجانا في العام القادم بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. أكد مصدر مقرب من نجم الزمالك أحمد فتوح على أن هناك رجل أعمال أهلاوي معروف وشهير تحدث مع أحمد فتوح في الفترة اللي فاتت دي، وطلب منه انه ما يوقعش مع الزمالك وما يجددش عقده، وانه هو هيتكفل بانتقاله للنادي الاهلي مجانا في العام القادم بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. وعرض على فتوح كمان لو فتوح عاوز اي زيادة طالبها من الاهلي والاهلي رافض انه يديله فلوس زيادة خوفا على غرفة الملابس في النادي الاهلي، رجل الاعمال ده هو اللي هيتحمل مبلغ الزيادة اللي فتوح طلبه. وكمان رجل الاعمال ده عرض على فتوح لو هو مش عاوز على طول يروح كده من الزمالك للاهلي بشكل مباشر، عرض عليه انه يجيب له عرض خارجي يا اما من نادي خليجي او اوروبي بحيث يكون محطة لانتقاله بعد ذلك للنادي الاهلي في يناير 2025.